في كل حاجة. الكلام ده مثلا اتعمل من 5000 6000 سنة. قد كده احنا كنا بنعلم الدنيا ازاي يقروا، ازاي هندسة، فنون، بنعلمهم كل حاجة. احنا اللي حطينا الاساس العلمي والفني لكل شيء في الدنيا. ويمكن المعرض ده انا عامله كنوع من انواع الدعوة للمصريين اللي هم دلوقتي، ان احنا نحاول على قد ما نقدر، لان احنا الاساس في الشخصية المصرية اساس قوي جدا. يمكن حالنا دلوقتي ما احناش نمرة واحد في العالم، بس احنا نملك المؤهلات اننا نبقى كده يعني. خالد السماحي فنان هذا المعرض هو واحد من أهم وأشهر وأنشط جيل التسعينات. خالد السماحي فنان متعدد المواهب في فن التصوير، فنجده دائما بيرسم المشاهد في الهواء الطلق، بيرسم الحياة المصرية في الحقول وفي الأحياء الشعبية في الشارع المصري. نجده رسام بورتريه عظيم، نجده رسام طبيعة صامتة متميز جدا. خالد السماحي أصبح أحد المصورين المهمين في حركة التصوير في مصر الآن. ويرجع نشاط هذا الفنان إلى تقريبا منتصف التسعينات، عندما أقام العديد من المعارض منذ تلك الفترة إلى الآن، المعارض الخاصة، واشترك في العديد من المعارض الجماعية. بيهتم جدا خالد السماحي برسم الحياة المصرية بأسلوب واقعي، وفي الواقعية دي يعني اتخذها أسلوب في أعماله لتأثره أو من خلال تأثره برائد فن التصوير في مصر الفنان الكبير أحمد صبري، لكنها واقعية مشوبة بشيء من التأثيرية. نجد لمسة تأثيرية في لوحات الفنان خالد السماحي. هذه اللمسة بتكسب لوحاته رشاقة وجمال، وبتديها شيء من الحيوية، وما تتركش اللوحة مغرقة في رصانة الواقعية أو في مغرقة في الواقعية. مزج جميل بين التأثيرية وبين الواقعية في لوحات خالد السماحي، وبنشاهد هذا الأسلوب في معرضه الموجود حاليا أمامنا. هذا المعرض أعتقد أنه تاني فنان مصري بيخوض هذه التجربة ليعبر عن الحياة في مصر القديمة، في مصر الفرعونية. بنشوف التجربة الأولى للفنان حسين بكار عندما رسم الحياة المصرية، ولكن من خلال أعماله في التحضير لفيلم العجيبة التامنة. حسين بكار تميزت أعماله بأنها كانت تسجيلية أكثر منها وجهة نظر للفنان. أما خالد السماحي فكان عمل نوع تصور للحياة المصرية القديمة ورسمها بأسلوب في واقعية. ده شيء غريب ان انا ارسم الحياة المصرية القديمة بواقعية، ولكن دون ان نستدرج للزخرف والابهار الموجود في الحياة المصرية القديمة. رسمها بواقعية شديدة، ولكن ايضا باسلوب تأثيري جميل، زي مزج بين الاسلوبين دول وطلع هذه اللوحات. ده شيء بقى يعني يرجع لفنان كبير زي خالد السماحي. خالد السماحي ايضا عندما يعني بيرسم المشاهد المصرية نفس الشيء، بيرسمها بواقعية، مغرق في الواقعية، ولكنه ايضا بلمسات فرشة رشيقة بالوان. بيرسم ضوء الشمس اللي مصر الساطعة اللي بتغرق، اللي موجودة في الحياة المصرية او موجودة في الطبيعة المصرية بلمسات تأثيرية رائعة. خالد السماحي بيرسم الزهور، له مجموعة كبيرة من لوحات الزهور. بيرسم بورتريهات الإنسان، بيرسم فن البورتريه للإنسان المصري البسيط اللي ممكن نشوفه على القهاوي وممكن نشوفه في الشارع أو في أي مكان.
بورتريهات اصدقائه، له مجموعه كبيره من البورتريهات اللي ابدعها الفنان خالد السماحي، لدرجه ان هو يعني بنقول انه فنان بورتريه، لكن لا، هو فنان بورتريه وفنان مناظر وفنان طبيعه صامته. هذا المعرض جدير ان احنا نشوفه. ليه؟ لان يعني اعتقد ما فيش حد من الفنانين تناول هذا الموضوع، ويمكن دي التجربة الثانية، وفيها نوع من الاعتزاز من الفنان خالد السماحي بتاريخنا المصري القديم. بنشوف في هذه اللوحات مختلف أوجه الحياة في مصر القديمة، بنشوف عمليات التحنيط وعمليات بناء المعابد، بناء الهرم، بنشوف عازفات على الهارب، بنشوف كثير من المشاهد المختلفة من هذه الحياة. الاسلوب اللي انا برسم بيه في المعرض، انا اساسا دارس الاسلوب المدرسة الكلاسيكية في الرسم. بتعمد ان انا الاسلوب بتاعي يبقى واقعي، مش اسلوب رمزي ولا اسلوب تجريدي. يعني بعتمد اعتماد اساسي كلي على الموديل، في شخص بيقعد قصادي وبرسمه. بالتالي كان في صعوبات جامدة جدا ان انا اقدر اجيب موديل البسه الازياء دي، وان انا استحضر حالة المكان في شكل حديث، لان معظم الهرم مثلا ما هوش بالحالة اللي موجودة عليها دلوقتي. يعني هو على مدار 5000 سنة اتغير شكله، الاثار، طريقة اللبس، دراسة الازياء، الحاجات دي كلها كنت بحاول ان انا استحضرها. طريقة المعالجة بتاعتي كانت بتتراوح ما بين اسلوب واقعي كلاسيكي، برسم ضوء وظل والاشخاص بمنظور وبقعد موديل، واحيانا بستخدم يعني الاثار المصريه بتدخل مع في لوحه موجوده هنا عن معبد الكرنك اثناء التشييد بتاعه، حركات مجاميع، دراسه حركه مجاميع الجسم البشري في حالات كتير. الحاجات دي كنت ساعات بدرسها بشكل واقعي قوي. اوقات تانية لا، كنت بيبقى الحالة الانفعالية في اللوحة عالية قوي وسريعة، بحاول ان انا استخدم لمسات سريعة، تاتش. كنت بقرب من المدرسة التأثيرية، وان ما كانتش تأثيرية في حد ذاتها، لان انا بعمل موضوع تاريخي، انا مش برسم حاجة موجودة بالفعل، بس اللمسة احيانا في اللوحة كانت بتبقى سريعة قوي، فبتدي نوع من تظاهرة الحس في اللوحة. الحس بيبقى كأن الحالة لسه الناس دلوقتي موجودين قصادي، وفعلا قدرت امسك الواني والحامل بتاعي واقعد قصادهم ارسمهم. طبعا كان في صعوبات في ده كتير قوي. في فنانين كتير في العالم، منهم فنان انجليزي اسمه لورانس الماتيدنا، ده تناول الموضوع اللي انا شغال فيه دوا من حوالي 100 سنة. رسم الحضارة المصرية القديمة، ده تفوق فيها بشكل كبير قوي. وعندنا في مصر هنا في الفنان حسين بيكار، رسم عملية انقاذ معبد ابي سمبل، ورسم اثناء التشييد بتاع في فيلم اتعمل اسمه العجيبة التامنة، رسم حوالي 40 لوحة من الحضارة الفرعونية، وموجودين اللوحات دي دلوقتي في متحف القرنة. تقريبا ما اعتقدش ان في فنان تاني تناول الحالة دي بعد بيكار. اعتقد ان انا اللي تناولت الموضوع ده بعد كده، واعتقد ان ممكن يبقى باب لفنانين كتير قوي يتفتح. قد كده احنا حضارتنا سرية جدا، قد كده ممكن نعمل فيها بحث بشكل قوي قوي، قد كده احنا عندنا جميع مقومات الفن والحضارة والرقي، بس احيانا بتنقصنا
الإدارة الجيدة. المفاجأة كانت بالنسبة لي مفاجأة لذيذة ومنطلق من نقطة مش صعبة، بس ما فيش حد بيتناولها كتير، وما اعتقدش ان على مدار علاقتي بالفن وهي مش كبيرة قوي، بس هي في حدود المتاح بالنسبة لي من الفنانين الكبار او صغيرين اللي تطرق القصة دي يمكن فنان واحد بس، وخالد يعتبر الفنان الثاني اللي بشوف بيه حركة القدامى المصريين بتاريخ وبموضوعية وبتكوين. يعني هو جمع كل الصفات اللي المفروض تتوافر في موضوع بشكل عام وتناوله بطرق مختلفة، بحيث انه يحسس المشاهد مدى حبه للفترة دي اللي محدش بيقرب منها من الفنانين، على الرغم انها فترة ثرية وفترة المفروض ان الناس تبص لها بنظرة زي الريف المصري اللي كل الناس ابتدت تتناوله بشكل او باخر. انا مش هقدر اتكلم كتير قوي عن لان تقريبا كل الاعمال من وجهة نظر خاصة بتحمل احاسيس جياشة ناحية الفترة دي بالذات يعني، وده طبعا اللي انا دايما بنتظره من خالد في كل الاعمال اللي بيعملها، لانه بيعملها بحس يعني بحس انا بحبه، يعني بحب فيه الاحساس ده لدرجة ان انا في الاخر خالص قلت له خلاص سيب كل الامور تعملها زي ما انت عايز، والمفاجأة انا مستنيها، وكانت مفاجأة بصراحة يعني خرجت فائت توقعاتي بالنسبة اللي كنت مستنيه من خالد كمفاجأة بالنسبة لي، يعني لان انا ما كنتش متوقع ابدا ان هتبقى مصر ام الدنيا بالشكل ده، بالمضمون ده، بالاحساس ده، بالتكوين ده. في طبعا 3-4 لوح بيأرخوا قصة البنى الحقيقي وانا يعني الاحساس فيها احساس عالي جدا، التكوين واخد حدود بعيدة وقريبة بشكل انا برضو مش عايز اتكلم عليه بالتفصيل لان اكيد في حد سبقني في ان نتكلم في الحكاية دي، بس انا غمرة الاحساس هي اللي بتخلينا نتطرق للتفاصيل اللي المفروض ما اتكلمش فيها. يعني انا بتكلم على الاحساس بشكل عام، احساس المتلقي كفرد عادي بيخش المعرض وبيتفرج عليه بعين مش الخبيرة، بعين الاحساس الفطري. فمن الاحساس الفطري انا بتكلم كاني واحد متلقي عادي بيخش يتفرج على كل اللوحات بشكل عادي. وبصراحة يعني انا بالنسبه لي خالد يعتبر من اهم الفنانين اللي موجودين على الساحه في سنه، ويمكن هو معديهم كمان بشويه. يمكن ده احساس بالنسبه لي يبقى شويه يعني منحاز لخالد، بس انا مش منحاز له بصراحه، انا بتكلم بشكل طبيعي وبشكل تلقائي زي ما قلت قبل كده، بالاحساس الفطري اللي ممكن اي حد لما يشوف اللوحات يبقى ده احساسه بالنسبه لها يعني. وكل تمنيات الخالد انه يعني مزيد من النجاح، مزيد من المفاجآت السعيده اللذيذه اللي هي اساسا ما بتبقاش متوقعه وبتعمل صدى. يعني بصراحه انا شايفه من كل الناس اللي شافوا المعرض او الناس اللي اتكلموا عليه قبل كده او المتلقيين العاديين، لان انا طبعا احتكاكي بيهم اكبر واكتر منه شويه، ويمكن في بعض الناس ما بيشوفهاش بتبقى ليها تعليقات يعني بتقول انا حاسين ان احنا اتنقلنا للفتره الفرعونيه بشكل احنا ما حسيناهوش، يعني خدنا من الزمن اللي احنا فيه لزمن تاني من غير ما نحسه. وده طبعا دي قدرة الفنان على المحاكاة بينه وبين الناس يعني. فمزيد
من الابتكارات ومزيد من الانتصارات في مجال عمله، لان انا حابب قوي معاه القصه من الاول، فربنا يسهل ان شاء الله وتبقى فتحه خير بالنسبه لنا كلنا. دايما الفكر الاساسي ليا في المعارض بتاعتي بيدور على ان اللوحات بتاعتي لازم تكون فيها نوع من انواع التواصل مع المشاهد. الفنان، انا من وجهة نظري ان الفنان لازم يحترم المشاهد او المتلقي اللي بيشوف اللوحات بتاعته. انا ببتعد عن التجريد وعن الرمزية، بحاول ان انا استغرق في الواقعية اكتر، فدايما ببحث عن نقطة التقاء ما بيني وما بين المشاهد. وانا اعتقد ان الناس كلهم بيشتركوا في حتة الاحساس، ان الحس بحاجات كتير قوي. يعني انا في معرض من ضمن المعارض عملتها عن رصيف محطة القطار في إبلي، ده قد كده الناس كلها راحت محطة القطار وشافت الناس الغلابة اللي موجودين على رصيف القطار. في معرض من ضمن المعارض رسمت المناظر، كنت باخد حامل الرسم وانزل الف في شوارع القاهرة والحواري والأزقة وكده. المعرض ده يمكن مختلف شوية، اول معرض يعتمد على فكر اللوحة التاريخية، ودي مدرسة صعبة شوية لان فيها تناول من اوجه كتيرة قوي. اعتقد ان في من الفنانين الاساتذة الكبار اللي سبقوني في مصر كمان، في الفنان محمد ناجي عمل لوحات تاريخية وكان رائد. الكلام ده مثلا من حوالي 80 سنة. دول من الرواد. اساتذتي طبعا في الكلية اساتذة كبار قوي كان ليهم فضل عليا. انا اكتر واحد يمكن كان ليه فضل عليا رغم ان انا ما التقيتش بيه، انا التقيت باعماله لان هو توفى من زمان قوي، هو الفنان احمد صبري. وما زلت انا دايما بشوف اعماله، وفي كل مرة بشوف اعمال احمد صبري بتعلم حاجة جديدة. فقد كده مصر غنية بمواهب كتير قوي وفنانين عظماء، ينقصنا بس حتة الاعلام الجيد للفنانين. يعني على سبيل المثال في بريطانيا السفارة البريطانية او وزارة الخارجية البريطانية بتهتم بالفنانين التشكيليين، بتقتني اعمالهم وبتنشرها في السفارات البريطانية والمراكز الثقافية البريطانية في العالم كله. قد كده ان عارفين ان الفن هو عصب الكيان الثقافي لأي بلد، فالمفروض احنا نحاول اننا نقتدي بنموذج جيد، نحاول ان احنا مش عيب اننا نقتدي بحاجة زي كده. يبقى دور وزارة الخارجية المصرية، وزارة الثقافة، نشر الفن. يعني ليه ما اروحش سفارة مصرية او قنصلية مصرية الاقي اعمال فنية لفنانين كبار مصريين بدل ما ابقى معلق مجرد ملصقات سياحية. يعني فقد كده الثقافة بتبقى رسالة محتاجة نشر الوعي الفني، رسالة محتاجة مؤسسة اكتر منها فنان. احنا للأسف عندنا الفنانين بيعملوا الحاجات دي بشكل فردي، فهي محتاجة شكل جماعي شوية.
المشاهدين، كنا معكم وتابعنا وإياكم مجموعة من اللمسات الفنية المتميزة للفنان خالد السماحي في معرضه مصر أم الدنيا. نشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى وعد بلقاء آخر في حلقة جديدة من تقرير.